لما الزئبق ينزل لتحت قوي والتلج يضرب في وشك بالعرض، فهمك لديناميكا الاحتراق الحرارية مش مجرد رفاهية. ده الخط الفاصل بين إنك تعيش أو تستسلم للموت. موتورك الداخلي بيبعت دفء من غير تعب في البرد اللي بيعض ده. أي سطح متجمد تلمسه، سواء أرض مليانة تلج أو حجر متلج، بيسحب الحرارة منك بالتوصيل وبيستنزف طاقتك الحيوية. الهجوم الحراري اللي ما بيرحمش ده بيفسر ليه طرق إشعال النار التقليدية محكوم عليها بالفشل. الجو مليان رطوبة والسقعة الشديدة دي عدو ما بيرحمش. مثلث النار اللي بيتكون من حرارة ووقود وأكسجين ده مفهوم الكل عارفه. في عز العاصفة الثلجية اللي حواليك بيشن هجوم مباشر على عنصر الحرارة الأساسي. غطا الثلج بيشتغل كامتصاص حراري ضخم، مكنسة حرارية بتبلع الطاقة من شرارتك الصغيرة أو لهبك اللي لسه بيبدأ قبل ما يمسك ويتحول لنار مستمرة لوحدها. صراعك الأساسي هو إنك تحمي قلب نارك من العالم المتجمد اللي بيحاول يطفيها. عشان كده إيه استراتيجيتك عشان تحمي الدفء اللي لسه بيبدأ ده؟ طريقتك بتبدأ بتحضير دقيق، مش مجرد إنك تولع نار. أكبر غلطة كارثية هي إنك تبني نارك مباشرة فوق الثلج. ده فخ قاتل. أول ما نارك تطلع، حرارة بتبدأ تسيل طبقة التلج اللي تحتها. العملية دي بتعمل خزان مياه متجمدة بيطلع لفوق، بيغرق حطبك وبيطفي جمراتك الغالية من تحت. انت كده رتبت من غير قصد لتدمير نارك بنفسها. الحل هو انك تعمل حاجز حماية، النار المرتفعة، هيكل بيفصل مادتك اللي بتتحرق عن التلج. عشان ده كنزك الحقيقي هو الخشب الأخضر الطازة. رطوبته الطبيعية دي بتخليه ما يمسكش فيه النار بسهولة. دور على كام جذع أخضر أو فروع، كل واحد فيهم يكون بسمك إيدك كده، رصهم جنب بعض كويس فوق التلج. اضغط عليهم جامد عشان تعمل أساس متين ما يتكسرش. الأساس ده هيعزل نارك، هيمنع الحرارة تهرب لتحت وهيرجع الطاقة الغالية دي لفوق بالظبط في المكان اللي محتاجها عشان تفضل عايش. الأساس ده هو الحجر الأساسي لأي نار شتا ناجحة. أول ما الأساس بتاعك يبقى ثابت، مهمتك اللي بعدها هي إنك تلاقي حطب مناسب للولاعة. أي خشب قديم وخلاص مش هينفع. الفروع اللي وقعت على أرض الغابة غالبا هتكون مليانة مية. محاولة توليع خشب مبلول دي مغامرة ما يعملهاش غير عبيط. هتحتاج طاقة رهيبة عشان تبخر الرطوبة اللي جواه قبل ما الخشب يبتدي يولع أصلا. الطاقة دي رفاهية ما تقدرش تضيعها أبدا. هدفنا إننا نلاقي خشب واقف ميت. دور على الشجر اللي مات بس لسه واقف ونشفه الهواء. الأحسن من كده بص على الأجزاء اللي تحت في الشجر الأخضر اللي عايش كويس. هناك هتلاقي فروع ميتة ماتت من قلة الضوء بسبب الشجر اللي فوقيها. ده بقى يا صاحبي اللي بنسميه خشب العاصفة. دي بتكون محمية من العوامل الجوية وبتتكسر بصوت واضح ومميز، وده دليل واضح على إنها ناشفة تماما. بس حتى الخشب الممتاز ده بيبقى فيه رطوبة من بره، عشان كده مضطر تجهزه بشفرتك. قشر اللحاء الرطب والخشب الخارجي. استمر في النحت حتى تكشف عن قلب الخشب الجاف في الشاحب. هذه اللفائف الرقيقة والعصي الخفيفة كالريش ستكون وقود إشعالك. الوصول إلى هذا اللب الجاف هو الشرط الأساسي المطلق لإشعال نار ناجحة. قاعدتك المعزولة جاهزة، وقودك الجاف ينتظر. لقد حانت اللحظة لتلك الشرارة الحيوية. ضع ولاعة البوتان تلك جانبا، لا فائدة منها هنا. عندما تنخفض درجات الحرارة بشدة، لا يستطيع البوتان السائل توليد ضغط بخار كاف ليشتعل كغاز. مصيرها أن تخونك. حل الإشعال الموثوق به يكمن في قضيب الفيروسيليوم. هذا الجهاز يعمل بكفاءة تامة بغض النظر عن قراءة مقياس الحرارة. ضربة واحدة تطلق سيلا من الشرارات، كل منها يشتعل عند 3000 درجة فهرنهايت، حارقة. هذه الحرارة المركزة والحارقة هي بالضبط ما هو مطلوب للتغلب على البرد وإشعال حزمة وقودك. في النهاية ترتيب وقودك هو الأهم. ابتعد عن ترتيب الخيمة التقليدي. مثل هذا الترتيب معروف عنه أنه عرضة للانهيار. اختر بدلا من ذلك بناء نار مقلوب. ابدأ بوضع أكبر جذوع الوقود مباشرة على المنصة لتأسيس قاعدة لا تتزعزع.
فوق هذا رتب طبقة من الجذوع الأصغر موجهة بشكل عمودي على الطبقة الأولية. استمر في التكديس مع تقليل حجم كل طبقة لاحقة تدريجيا حتى يتوج وقودك وحزمته القمة. شرارتك الأولى بتولع الجحيم من قمته، مع استهلاك اللهب بيولع الطبقات اللي تحته براحته ويرمي على الخشب الأضخم وابل متواصل من الشظايا المتوهجة. النتيجة بتكون نار قوية وما بتطفيش، مستحيل تتفتت في الفراغ المتجمد. ومع معرفتك الخطيرة دي لسحر النار المتجمدة، بقيت تمتلك القدرة المخيفة إنك تحول أرض جليدية قاحلة لمصدر أساسي للدفء اللي بيحيي.